هذا ماشي حوت وماشي سردين، هذا غير باذنجان يا مدام، طيبته لهم وقلّشته لهم بواحد الطريقة خليته يجي ويعبّق بريحة السردين وبريحة الحوت، واش نقول لكم راح الجيران يتشهّوا في ريحته. راح ندوزنوا ونطيبوا بواحد الطريقة بالطبع، يعني من جميع من ياكلو ما راحش يصدّق وما راحش يآمن أنه باذنجان. حتى من الشكل تاعو ما راحش يأمنوه أنه باذنجان. تبعي برك معايا وسجلي مباشرة الوصفة لأنه على بالي كيما راكي كامل عندكم حبيبة تاع باذنجان راهم كمشين داخل الفريجيدار وحرتوش طيبوا بيهم. تبعوني وشوفوا معايا واكتشفوا معايا هاد الوصفة تاعنا اليوم. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. نبداو في تحضير وصفتنا اللي حتكون رائعة جدا، يعني كامل يكون عندنا باذنجان ودايما يتكمج فريجيدار ونحيرو واش نديرو به، خاصة كي يكون كاين فرد واحد في العائلة غير هو اللي ياكل باذنجان وتحبي انك هكا تحبي تمضيفيه لهم ولا وما تعرفيش. اليوم جبت لك نقترح عليك هذه الوصفة اللي كامله حياكلوه يعني وعينيهم غمضين. من ريحته كامل راح يقولك درتي سردين درتي الحوت. تبعوا معايا البنات. عندي 3 حبات باذنجان هامليك هنا ديجا، شوفوا بداو يفسدوا بداو يديروا دوك الطاشات. حكمتهم قلت ندير هاد الفكرة وجات ضربة في البناء، عشيت وليت بسيط روحي بها نديرها ونعاودها حتى المعجبتهم. نحكم باذنجالات تاعي نقشرهم، خير فقط اللي تكون عندها هذيك السره من تحت مدوره هكا ما تجيش فيها الزريعه بزاف. نقشرهم وشنو فقط راكم تشوفوا فيا راني نخلي هذيك لاطيش تاعها من الفوق ما نحيتهاش، نحتفظوا عليها فيما بعد تعرفوا علاش. لك انا بعد ما قشرتهم شفتوني راني محافظه على هذيك لاطيش. واش راح ندير هنا؟ راح نقسم الحبه في الاول على 2. كل حبه باذنجان نقسمها على 2 فقط، نحافظ على هذيك لاطيش. دوك تشوفوا كيفاش نقسمها، نحاول ميم هذيك لاطيج نقسمها على 2 هكا باش تجيني نص تاع لاطيج منا ونص منا. بزاف شابه الوصفه صراحه هايله، ميم اللي ما يحبش الباذنجان ياكلو. انا عندي الزوج تاعي ما يحبش الباذنجان كامل الكو تاعو، لكن كي طيبتولو بهاد الطريقه عجبو بزاف. ومن بعد حكمت وقطعت حبه تاع باذنجان ديالي هكذا كيما راكم تلاحظوا. وشنو برك ما تلحقوش حتى لهيه باش ما تقطع لكمش وتقعد محافظه على الشكل ديالها. هايليك شوفوا كيفاش قطعتها، يعني كل حبه راح نديرها بنفس الطريقه. هايليك معنا واش راح نديرو؟ عندي هنا قدر ندير فيه شويه تاع الملح، ومن بعد كي كان يطيب عذروني نسيت ما سجلت لكمش درت له ملعقه صغيره تاع الكمون. الكمون هو اللي حيخليه يعطي له هذاك الذوق تاع الحوت ولا تاع السردين. صدقوني جربوها وراح تتاكدوا من كلامي، الكمون كي ديروه للباذنجان يعطي له الذوق تاع السردين. انا كي رحت درت الكمون نسيت ما سجلتوش معكم، سمحوا لي. ديروا ملعقه صغيره وهو هكا يطيب مع ملعقه صغيره ولا ملعقه كبيره مسوحه تاع الملح. هنايا شوفوا راهو طاب معانا الباذنجان، تحسوه كي تدخلوا الموس تحسوه باللي طايب، ما تخلوش حتى يتحرحر يعني باش نقدروا من بعد نشكلوه. راني نحطه في الكسكاس يقطر هكا باش نحولو كامل هذاك الماء الزايد فيه. هنا ديجا راهو طايب الباذنجان تاعنا، انا ما خليتوش تحرحر، شوفوا مازالو محافظ على الفورمه ديالو، فقط حسيت له باللي طاب بالموس طرا نحيته. هنايا خليته لازم يقطر مليح مليح يا البنات، ولا شفتوه ما قطر لكمش مليح سيو نشفوه بالبابي طورشون هكا باش تضمنوا تنحولوا كامل هذاك الماء ونروحوا نحضروه مع بعض. بالنسبه كيفاش راح ندوزنو هي البنات راح يجي بزاف بنين خاصه بالتتبيله هذه. عندي 3 حبات بيض وراح ندير معاهم تاني عندي حوالي هكاك نقولوا نص كاس تاع حليب. هاوليك نص كاس حليب ما يهمش دافي ولا بارد، واني كتبت لكم هنايا واش درت كامل في هذا الخليط. ونروحوا للتوابل والمكون اللي حيخليه يجي خفيف يجي فيه واحد البنه هي ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، راح يعطي لها واحد الخفه لهاد الباذنجان. واش نقول لكم؟ درت شويه ملح شويه عكري، راح ندير كمون شويه تاع الكوري، وندير تاني شويه تاع زنجبيل، ودرت تاني لا موطارد ملعقه صغيره، وندير تاني شويه تاع واسمو ايبيس كبد الدجاج راهو متوفر في الاسواق، تقدروا تعوضوه بالكوري فقط. ودرت تاني قلت لكم ملعقه صغيره تاع لا موطارد،
وندير تاني شويه عكري حار هكا باش يزيد يجي بنين. خلط كلش مليح هكذا كيما راكم تشوفوا، كيما تقدروا تبيتوهم وغد من داك طيبوهم تخلوهم في هذيك لا ماريناد والصباح طيبوهم، ولا تبيتوهم الصباح والعشيه طيبوهم. هنا درت شويه تاع درسه الفلفل ودرت شويه تاع الهريسه ونحركو مليح ونروحو مباشره نقليوهم مع بعض. عندي هنا خليط بين لا شابلور والفارينه كما راكم تشوفوا، وحطيت مقلاة درت فيها كميه تاع الزيت ماشي كميه كبيره وخليتهم يسخنوا. هنا نرمد في الاسف مع الاول ما تسجلت ليش، ومن بعد راني نقول لكم نسيت ما سجلتش، دوكا راني حنسجل لكم. هنا خلطت هذيك الفارينه ولا شابلور ونرمد فيها هذاك، نغطس هذيك الباتنجل في هذيك الخليط ومن بعد نخلطهم نرمدهم في هذيك الفارينه ولا شابلور. كي تخلطوا فارينه ولا شابلور حيعطيكم واحد قرميشه بزاف هايله. راكم تشوفوا اني نسي ندير بين كل وحده وحده هكا باش كامل تدي حقها وكامل يترمدوا، ونحطهم مباشره في الزيت بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. ونحاول بعد ما يطيبوا نقلبهم. شوفوا ديجا من شكلهم يبانوا مشطه تاع السردين ولا مشطه تاع الحوت. ريحتهم في الكوزينه صدقوني تقولوا راني ندير في السردين ولا في الحوت، ما شاء الله الريحه. قلت لكم اللي يعطيلو هذيك الريحه هي الكمون ميم الذوقه. هنا شوفوا حتى يتحمروا معانا ونحوهم فوق البابي تورشون اكيد باش نحو كامل الزيت الزايد كيما شفتوني رمتهم في هذيك لا ماريناد ومن بعد في لا شابلور والفارينه. هاوليك شكلهم معانا يا البنات، جا بزاف خفيف ميم هذيك الخميره دور الخميره تاع الحلويات دوك تشوفوا كيفاش يجي من الداخل يجي فارغ خفيف ميم كي تاكلوا ما يقهمش قد ما تاكلوا ما تشبعوش منه. نقول لكم بهرتهم خاصه الزوج قلت لكم ما يحبش الباتنجان ما تدوريش كامل به ما يدورش به كامل، لكن كي داقو قال لي فريمون ما عندوش كامل جو تاع الباتنجان. ميم دراري تاني عجبهم قال لك ماما شنو هذا سردين. شوفوا كيفاش يجي يا البنات، شوفوا من الداخل كيفاش يجي ومازالوا سخونه. جاب بنا جربوه متاكده راح تدعوا لي على هاد الوصفه، خاصه يحبوا الباتنجان وما يعرفوش كيفاش يكلخوا لهم الافراد العائله. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، وإلا جربتوها ماذا بيا تقولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا. معلي نقول لكم غير انتظروني في موعد اخر وفي وصفه اخرى. مع السلامه ان شاء الله.